جديدة من قعدة بيانات. عمرك سألت نفسك هل أنا طبيعي أو في العادي؟ يعني هل أنا كويس؟ أيوة، أسئلة الأوفر ثينكينج اللي بتيجي بعد الساعة 12 بالليل دي. هل أنا طبيعي في الوزن، في طول، في مرتبي، في الوقت اللي بقضيه على السوشيال ميديا، في عدد الكتب اللي بقراها في السنة، أو في المرة الوحيدة اللي بروح فيها الجيم كل سنة؟ أدفع الاشتراك وأروح. يعني لما بيطلع تقرير يقول إن متوسط الطول في المجتمع 180 سم، هنا تسأل نفسك هل أنا طبيعي، في المتوسط، في العادي يعني، وهل الرقم ده أصلا معبر عن الحقيقة؟ وهنا نفتكر مقولة مارك توين الشهيرة إن في 3 أنواع من الكذب، والأخيرة ستدهشك: الكذب، والكذب الملعون، والإحصاء. الإحصاء دي المفروض تبقى أكتر حاجة معبرة عن الدقة والحقيقة، ممكن تكون أبعد ما تكون الحقيقة، تكون مضللة أصلا. وعشان نتجنب جزء من التضليل ده لازم نفهم مقاييس النزعة المركزية. وإيه كمان يا أخويا النزعة المركزية دي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. هي ببساطة المقاييس اللي بتعرفنا على قلب أو مركز البيانات، أو المقياس الصح المعبر عنها. يعني هي محاولة للتعبير عن مجموعة البيانات برقم واحد بس، رقم حقيقي ومعبر وممثل ليها، رقم موجود في المركز بالظبط. ومقاييس النزعة المركزية دي بتتقسم ل3 أنواع أو 3 مقاييس: الوسط والوسيط والمنوال. خلينا نبدأ نتكلم عنهم واحدة واحدة كده بالتفصيل. أول مقياس من مقاييس النزعة المركزية هو الوسط أو المتوسط الحسابي أو المين أو الأفريج. كل دي مسميات لمقياس واحد، وهو ببساطة مجموع القيم على عددها. وهو طبعا المقياس الأسهل والأشهر. يعني لو عندنا مجموعة البيانات دي 1 و2 و3 و4 و5، مجموع الأرقام دي 15 وعددهم كام؟ عددهم 5. هنا ببساطة هنقسم 15 على 5 فيطلع الوسط الحسابي بتاعنا أو المتوسط عبارة عن 15 على 5 اللي هو 3. هنا في الحالة بتاعتنا دي الرقم حقيقي في قلب البيانات، في مركز البيانات، ومعبر عنها تمثيل حقيقي وصادق. خلينا كده ناخد مثال تاني. لو جبنا مرتبات 5 موظفين في شركة ما وهم 3000 20000 3000 3000 3000، هنا لو خدنا مجموع الأرقام دي هيطلع عندي 32000. نقسم بقى ال 32000 دي على 5 هيطلع كام؟ هنا هيبقى الناتج أو المتوسط بتاعنا 6400. طيب سؤال بقى، هل ال 6400 دي رقم معبر حقيقي عن البيانات؟ أنا عندي 80% من الموظفين اللي هم 4 من 5 بياخدوا 3000. هنا الرقم بتاعنا ده اللي هو 6400 أكتر من ضعف 80% من الموظفين اللي هم 4 من الخمسة. الرقم ده جه ببساطة عشان وجود قيمة بنسميها قيمة متطرفة أو شاذة أو أوتلاير اللي هو ال 20000، فخلت هنا في الحالة بتاعتنا دي المتوسط أكبر بكتير جدا جدا من الواقع. هل بقى الإحصائيين يسكتوا؟ طبعا لا يا أخويا. الإحصائيين بقى طوروا مفهوم تاني ومقياس تاني اسمه الوسيط أو الميديان. الوسيط ده مهمته وميزته الأساسية إنه ما بيتأثرش بالقيم الشاذة زي ال 20000 اللي شفناها من شوية. طيب بنحسبه أصلا إزاي؟ قال لك ببساطة جدا هنرتب البيانات ترتيب تصاعدي من الأصغر للأكبر. هناخد القيمة الموجودة في النص بالظبط لو عدد البيانات عندي فردي. طيب لو عدد البيانات عندي زوجي هاخد الوسط الحسابي بتاع القيمتين اللي في النص. خلينا نرجع لنفس المثال اللي قلناه من شوية في الوسط الحسابي: 3000 20000 3000 و3000 و3000. قال لك ببساطة هنرتب القيم دي زي ما قلنا ترتيب تصاعدي، فهبدأ ب 3000 3000 3000 3000 20000. عدد القيم دول 5 يعني فردي، فالقيمة اللي في النص بالظبط اللي هي في المركز الثالث اللي هي 3000. هنا في الحالة بتاعتنا ده هو ده الوسيط أو الميديان. السؤال بقى هنا، هل الرقم ده معبر فعلا عن مركز البيانات؟ طبعا. 3000 دي هنا مرتب 4 من 5 يعني 80% من العينة محل الدراسة. وزي ما قلنا دي أكبر ميزة في الوسيط إنه ما بيتأثرش بالقيم الشاذة. يعني ال 20000 دي لو خليناها 200000 لو خليناها 200 مليون هيفضل برضو الوسيط عندي 3000. ثالث مقياس معانا من مقاييس النزعة المركزية وهو المنوال أو المود، وهو القيمة الأكثر تكرارا أو ظهورا في مجموعة البيانات عندي. يعني في نفس المثال اللي استخدمناه في الوسط الحسابي والوسيط اللي هو 3000 و3000 و20000 و3000 و3000، المنوال هنا عندي أو المود هو 3000. طبعا ليه؟ لأنه أكتر قيمة ظهرت عندي، ظهرت 4 مرات في مجموع البيانات بتاعتي. وطبعا هنا برضو المنوال زيه زي الوسيط ما بيتأثرش بالقيم الشاذة إطلاقا. يعني لو 20000 دي خليناها أي رقم أكبر من كده بكتير هيفضل برضو عندي المنوال 3000. في ميزة تانية برضو مهمة جدا في المنوال أو المود، وهو إنه بيستخدم مع البيانات الكيفية أو الكاتيجوريكال ديتا. يعني لو سألنا مجموعة من الأطفال عن أكتر فاكهة بيحبوها وكانت الإجابات بالشكل التالي: موز، تفاح، عنب، تفاح، خوخ. هنا التفاح ظهر عندي مرتين، فهنا أقدر أقول على البيانات دي إن المنوال بتاعها هو التفاح عشان هو ظهر مرتين بشكل أكبر من كل البيانات الباقية. طب سؤال بقى، نستخدم أنهي مقياس من المقاييس دي إمتى؟ ببساطة واختصار كده، لو البيانات بتاعتك متجانسة وما فيهاش أي قيم شاذة أو متطرفة يبقى عليك على طول بالوسط الحسابي. العكس بقى، لو البيانات بتاعتك غير متجانسة وفيها قيم شاذة أو متطرفة يبقى عليك على طول بالوسيط أو المنوال. ولو عايز تعرف أكتر قيمة متكررة عندك أو أكتر قيمة ظهرت، أو لو كانت البيانات دي بتاعتك غير كمية،
المركزيه يبقى عليك على طول بالمنوال. مقاييس النزعه المركزيه هي جزء اساسي من الاحصاء الوصفيه اللي بتساعدنا على فهم الواقع وفهم العادي او الطبيعي، لكن طبعا لازم نستخدم المقياس المناسب في الموقف المناسب. المتوسط مش دايما بيحكي الحقيقه او بيعبر عن الواقع، والاحصائيات مش دايما بريئه، وعشان كده لازم يكون عندنا دايما حس نقدي ونسال عن الارقام اللي ورا الحكايات والاستنتاجات اللي اتبنت عليها. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن مقاييس النزعه المركزيه وامتى نستخدم انهي مقياس. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، اتفرج على الحلقات اللي فاتت وقول لنا في الكومنتات حاببنا نتكلم عن ايه في الحلقات الجايه. انا احمد عصام ودي قعدة بيانات. سلام يا ابو عمو.